تعرف بيش راح اروح له؟ بيش 3000 دينار النص نفر. ها السلام عليكم حبايب. اليوم عندنا تجربة ارخص واغلى مطعم كباب عراقي، بس السؤال الحقيقي من هو افضل واحد بيهم؟ طبعا اليوم وياي الشباب اللطيفة دكتور محمد وسامبا والمعرف الذي لا يعرف محامي حسوني العراقي. الله. طبعا راح نجرب اليوم. بالبداية اعطيني توقعاتك من افضل واحد، الرخيص والغالي. مو شرط، يعني حسب الطعم، هو ما له علاقه السعر. انا بالنسبه لي غير مم. راح احس المطعم الرخيص لان دائما نفسيتهم طيبه هيك ما اعرف. تعرف البيش راح اروح له؟ بيش 3000 دينار النص نفر، النفر مالته مو بستة. شرط، يجوز خدمه عندهم ويجوز يعني نظافه. حسون العراقي دائما عنده راي مختلف. انا صح. شوف حسون العراقي تقدم شوي. الخدمه، الترتيبات، النظافه، الطماطه، البصل. يعني راح نقيم على اكثر من جانب، يعني راح نقيم النظافه ونقيم الطعم ونقيم الخدمه. والاسلوب. خلاص بعدين من كنت قانوني. الاسلوب من كل النواحي راح نقيم لا اكيد. يعني ورا كل مطعم راح نقيم ونشوف من الافضل ان شاء الله. فكره الفيديو عندنا 3 مطاعم مختلفه، رخيص ومتوسط وغالي. راح نقيمهم 3 تقييمات مختلفه على الطعم وعلى النظافه وعلى الخدمه. يلا جاهزين؟ يلا خلينا نروح على اول مطعم. اول مطعم ويانا اسمه علي السويدي، وسعر النفر مالته ب 6000 دينار بس. السلام عليكم اغاتي، شو اخبارك؟ بيش نفر الكباب؟ نفر 6. اعطينا نصين. تقريبا هذا يعتبر ارخص كباب تقريبا هنا موجود من ناحيه الانفار يعني. والله عليك، والله عليك، تسلم يا غالي. ايش قاعد يطول؟ دقائق؟ وهسه وصل الاكل، ما اعتقد طول، يمكن 10 دقائق او اقل. اقل حتى من 10 دقائق. والله صور لي خذ لقطه للكباب. نظافه حلوه وترتيب. والله بصراحه شفت لقطات للمطبخ، حتى المطبخ نظيف بصراحه. هذا طبعا طماطه والكباب. النص نفر شيش، يعني نفر 4 اشياش تخيل، ب 3000 النص نفر. والله ما يمكن راح يفوز. بس راح نبلش نذوق الطعم ونشوف بالبدايه بدون اي شيء، بدون حتى خوز. صراحه طيب شوف خلينا يذوقون. خبير كباب، محلل كباب. ها لا زين سوى واحد جام. لا بعد ما فشلت ببطوله نكست ليفل راح احول على كل اخوان. اخذت توب 15، هنا راح ناخذ توب 1. يلا جرب يلا شو رايك؟ صراحه متوسط. مو اسموك التقييم، بس خلينا ناكل مو وراك الحجي. يعني وراك الحجي. لا احنا نعطي تقييمنا بكل صراحه. خلينا نخلص ونعطيكم التقييم النهائي بالسياره. ان شاء الله بالسياره مو؟ صراحه الشباب يقولون ما عجبهم التصل يسمعون مسح. هسه وصلنا الفقره اللي احنا نحبها، فقره التقييم. فراح نقيم المطعم والاكل وهاي التفاصيل. راح يكون عندنا 3 تقييمات مختلفه، من 30 راح يكون التقييم، 10 على الطعم، 10 على النظافه، و10 على الخدمه. جاهزين؟ جاهزين. انا بالنسبه لي راح ابلش بالتقييم. الطعم صراحه راح اعطيه 3 من 10 او 4 من 10. النظافه جيده راح اعطيها 7 من 10. والخدمه وصل الاكل بسرعه، والطماطم موجوده والخبز موجود وكل التفاصيل موجوده والشباب كانوا لطيفين، فراح اعطيها 9 من 10. حمودي عند الطعم بالبدايه اعطيه 4 من 10. شو راح تبكي؟ لا ما ابكي بس شوي بختني. ايوه لا. خدمتهم كانت زينه، اعطيها 9. اما بالنسبه على النظافه فيعطيها 6. شيء نظيف شوي. يمك حسون العراق. طعم يعني 3 من 10. بالنسبه للخدمه كانت زينه، يعني نقول 6 من 10. طماطة كانت باردة، الاسلوب كان حلو، يعني الشباب حلوين ومرتبين. فود بلوجر. اي بس شنو الاكل يعني شويه اللحم ما ادري يعني الصراحه شلون وياه طحين او شيء، يعني الطعم مو ذاك الطعم يعني، بس بالنسبه للسعر لا باس به يعني. اعطيني تقييم هسه من الاخير. 12 من 30. 12 من 30 كلها يعني. 12 من 30. اي 12 من 30 راسب. اي يمك دور سامبا. ثاني هسه ان شاء الله. الصراحه كطعم من 4، مو ذاك الطعم ومبين يعني مطعم رخيص، مو ذاك السعر ولا اي شيء. 4 من 10. والتعامل كان كلش حلو بالنسبه لي.
وللشباب يمكن همين. نعطيه 8. والنظافة المطعم نظيف صراحة. 8 هم نفس الشيء. زين يعني احنا عندنا 3 ناجحين بس يوم حسون العراق ما ناجح. يلا خلصنا التقييم على السويدي اللي هو مطعم رخيص، راح نروح للمطعم المتوسط وبعدها للمطعم الغالي. يلا خلينا نروح للمطعم المتوسط. ثاني مطعم ويانا مطعم كباب السيد، ويعتبر من اشهر مطاعم الكباب بالعراق، وسعر النفر مالته ب 14,000 دينار عراقي بس. وصلنا هسه المطعم كباب السيد. طبعا خليت هذا المطعم بالقائمه لانه يعتبر من افضل مطاعم الكباب يمكن حتى بالعراق، لانه 24 ساعه مزدحم، 24 ساعه الناس تحب هذا الكباب، فراح نجربه اليوم ونشوف ترتيبه ونقدر راح نقيمه. طبعا صراحه من البدايه مبين الخدمه تاخذ 10 من 10. هسه وصل الكباب، طبعا تاخر تقريبا حوالي 10 دقائق او اكثر شويه، وهسه راح ابلش اذوق الكباب ونشوف طعمه وفرقه من على السويدي. بس الشكل كافي. طبعا هذا نص نفر. جرب محمد جرب بدون ماء وقهوة. شوف حسين بدون تقييم رهيب. والله طعم رهيب الصراحة غير. هو معروف كباب سيد. نرجع لكم ورا ما نمسحها. طبعا واضحه الطعم شلون صاير. اختفن والله. ما شاء الله يعني فرق الطعم فد شيء مو طبيعي. يعني كباب السيد قلت لكم خليتها بهاي القائمه لان طعم وجوده واسم. هذا السكنجبيل طبعا سام بده يساعدنا بايده والتصوير بايد. يعني هنا دي يوضحوا لك التجربه شلون راح تكون. تاكل كباب وراه سكنجبيل، انت شنو اكلته وهضمته بنفس الوقت. ورا ما خلصنا من كباب السيد وراها راح نروح نسيارة نقيم. بس تتوقعون يتغلب التقييم على السوداني مو على السواد. على السعودي؟ لا اعتقد على السوداني. المهم هشوف كباب السيد راح يتغلب عليه ولا لا، بس كله يعتمد على التقييم. طبعا جاهزين نقيم بالسيارة؟ يلا خلينا نروح نقيم. وصلنا لفقرة تقييم كباب السيد. طبعا الأغلبية عرف تقييمنا لأنه شاف ردات الفعل من احنا اللي جينا ناكل الكباب ونعرف الفرق اللي شفناه من المطعم اللي قبله وهذا المطعم. بالبداية راح نقيم بالبداية الطعم، وراها النظافة، وراها الخدمة. بالبداية الطعم أنا بصراحة نطي 9 من 10. انا اعطيه 10 من 10. سامبوي انا اعطيه 10 من 10. أنا نعطيه 9 من 10. 10 من 10 ليش يعني؟ ليش؟ الخبز حار، الطماطم مرتبه حلوه. ما هي الخدمة هاي. اي لا الاكل من ضمن الاكل كباب أوكي. حلو كريسبي من برا، يعني جوسي من جوا، طيب يعني مرتب. ما عرفتك. اي لا مرتب. مقيم. لا محلل ما كباب خبير. اي وكميه حلوه يعني عاشت ايديهم. حبيبي اي بعد هو تاريخه كبير كباب السيد، ما يحتاج واحد يقيمه. هسه نجي على النظافة. بالنسبة لي أنا كان النظافة كلش زينة والمطعم أصلا نظيف وكل شيء تفاصيله حلوة، فأنا راح نعطيه 9 من 10 نظافة. انا هم 10. 10؟ 10. هو اكيد انا هم 10 على 10، النظافه كلش حلوه. آه. اسلوبهم حلو. أنا 10 من 10 هم نفس الشيء. والله زين. أنا أعطيته 9 بصراحة، وجه مال التحنيك يعني هو شكل. محنك. نجي على الفقرة الثالثة اللي هي الخدمة. بصراحة الخدمة كلش ممتازة، الشباب قاموا بالواجب، والخبز كل شوي ينزل خبز طماطة هم مدارية، فبكل صراحة الخدمة ممتازة وراح نعطيها 10 من 10. انا اعطيها 9 الخدمة لان شوية تاخر بالوقت. اوه هم صح، انا عاد اعطيها 9. لا انا اعطيها 10 على 10 بالعكس، كل شيء بيه كان ممتاز وحلو يعني مرتبين. أنا أعطيه 10 من 10 لأن حتى لو الخدمة كانت حلوة الوقت صح شوي تأخروا، بس شنو جابوا لك أكل مرتب وطيب. كان ازدحام يعني. اي صح كان اللود اللي عليهم. بالنسبة لي 10 من 10. والله زين. هسه للان كباب السيد هو المسيطر. إيه. هسه يعني هو المركز الاول كباب السيد، بس احنا بعدنا ما مقيمين الكباب الغالي. تتوقعون يتغلب على الكباب الغالي؟ لا. يعني تتوقع كباب السيد يتغلب على الكباب الغالي بالطعم؟ اشوفه هي. يعني حتى لو مطعم. اي عادي ما مو شرط، انا اشوف مو شرط. أنا بالنسبة لي غير مم. ممكن يتفوق. مو- ليش؟ لأن ترى كباب السيد كبابهم درجة أولى، مم. كل شيء درجة أولى، بس شنو الفرق؟ أسعارهم ناصية. يعني مو شنو
يوافق بين الفقير والغني، كلها تاكل يمه. يعني نتغلب على الكباب الغالي ولا لا؟ نشوف هسه. بس اسم زرزور ترى يعني مو هين، يعني زرزور يعتبر من افضل مطاعم الكباب بالعراق. احنا يعني- هسه راح ناكل. بس احنا رحنا الفرع الثاني الموجود بكربلاء. زرزور، تدري ليش اسمه زرزور؟ ليش؟ لأن والله العظيم صدق اي والله اي اروح لأن طيب. المطعم الرئيسي اللي ببغداد كانوا هناك، كانوا يعني على نهر دجله، كان اكثر شيء يمه يجمع الطير الزرزور الزرازير، والله صدق احكي. خش معلومة. اي والله، فاجت تسميته من هذا المطعم، وما كان اسمه مطعم زرزور، ما ادري شو انجاز، بس لان كانوا الطيور الزرازير تتجمع هناك فصار ابو الزرازير يصيحوا له مطعم. ايش معلومه والله حسون العراقي مليان معلومات. ايش عبالك؟ فزرزور راح يكون ممكن منافس للكباب السيد، فخلينا نشوف كباب السيد راح يتغلب لو زرزور. واخر مطعم ويانا اليوم اللي هو مطعم زرزور، اللي يعتبر الاغلى وواحد من اشهر مطاعم الكباب بالعراق، وسعر النفر عندهم 26,000 دينار عراقي بس. وصلنا المطعم كباب زرزور، هذا المطعم الاخير اللي هو يعتبر اغلى مطعم موجود هنا بالنسبه للكباب. فما شاء الله اكو لنا ضيافه، نشوف قبلات بالسوق الموجود هنا، والشباب طبعا شبعانه، فبس ينزل الكباب شوف التقييم ونشوف من راح يفوز، كباب السيد لو زرزور. على حسب كلام الكابتن قال انه كبابنا يختلف تماما من كل شيء، يختلف من المقبلات، يختلف من الخدمه، يختلف حتى النظافه. نشوف كلامه صح لو الكلمه الاخيره كباب السيد. وصل طبعا الكباب، شفنا كباب ساندويتش. واحد اكل مبين من خدودك. التقييم الحقيقي. والله بصراحه كلش طيب. اي طعم مميز. طعم الفحم على قولة محمد طاغي. خلي ناكل. فوق يمكن. هسه راح نبلش فقره التقييم، بس المره مو من يمي، هسه ما راح نبلش من سامبا. ما عليكم بس انا العراقي بدي اصب شاي. بالبدايه الطعم سامبا ايش قد تعطيه من 10؟ طعم الصراحه هو مو من 10، اعطيه 20. والله حسين العراقي حبيبي طيب 9 من 10. طيب 10 من 10. بالنسبه لي انا صراحه مطيع 10 من 10. الكباب طعم مالته كامل، يعني بطعم الفحم، تحس شيء خفيف مو كلش ثقيل، بصراحه ينافس كباب السيد. هسه الخدمه، قدرت الخدمه من 10. الخدمه نعطيها نقول 9. 9؟ لا الخدمه يعني 100 على 100 الصراحه، يعني الخدمة 10 على 10. انا بالنسبه لي الخدمه 10 من 10. وصلنا لاخر تقييم اللي هو النظافه، جيت النظافه من 10. راح نقيم النظافه اللي هي اهم شيء. النظافه الصراحه فول على فول 10 من 10. اكيد النظافه على 10 على 10 اكيد يعني. بدون تقييم النظافة يعني مبينة هي من المكان. انا بالنسبه لي النظافه 100 من 10، يعني مثل ما شفنا المطبخ، اخذت لكم تور بالمطبخ، المطبخ ممتاز والنظافه 100%. بعد ما خلصنا من اخر مطعم اللي هو مطعم كباب زرزور، راح تطلع لكم النتيجه النهائيه اللي فاز ويانا بهذا الفيديو مكان راس محمد. فشكرا على المشاهده، لا تنسون اللايك والاشتراك، استمتعنا وياكم. اكتبوا لي بالتعليقات شنو تحبون نجرب بالفيديوهات الجايه. سي يو.